عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: شوفوا، من رضي بدون الشرف من المجلس، أعيدها لو لا، من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله وملائكته يصلون عليه حتى يقوم. وهي نص بالاستحباب الأكيد للرضا بدون الشرف من المجلس. ومن ذا الذي لا يطمع بصلاة الله تعالى عليه وملائكته؟ وضعف سندها مجبور بأدلة التسامح بأدلة السنن، وهي صحيحة هذه القاعدة من هذه الناحية وإجماعية. وعن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل. أدنى المجلس قريب الباب، ما يروح يقصد هناك في الكذا والكذا. وعن هارون ابن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه. أقول: ومن الواضح أن التواضع ليس للناس بل لله. ومن هنا ورد: من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر على الله أذله الله. صلوا على محمد وآل محمد. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، وهي معتبرة سندا في المشهور، وأنا أؤيد هذا المشهور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، أي دون المجلس الذي يناسبك. زين. وأن تسلم على من تلقى كائنا من كان، مو أنه أنا مثل ذاك اللي يقول ما ملطخ شوار بي من دم الأرنب، لا، تواضع له وسلم عليه قربة للعزيز الحكيم. هذا هو، مو تقول أنه يكون أسلم على فرد واحد كشحة، أما الفقير والمتدني لا أسلم عليه. إذا أنت خارج من رحمة الله وداخل في غضب الله. صلوا على محمد وآل محمد.